هم تصميم حلو يستاهل ليجندري، بس اصمت سوبر بوب. سوبر بوب وبجدارة هم لو هذا التصميم لو ما يراد وربي يستاهل ليجندري، بس كالعادة سوبر بوب. طبعا قبل ما يبدأ الفيديو أحاول أطلع مقدمة بها خير، مثلا وياكم لو كان قبل الكابتن. لا هاي خايسة ما عجبتني. طبعا قبل ما يبدأ المقطع أحاول أطلع مقدمة بها خير. أطلع وياكم الكابتن اللي عقدت اتفاقية وسايكس بيكو. سايكس. لا هاي عيب. مثلا وياكم لوكا الخبلة الكابتن. لا وياكم الكابتن وعقدت اتفاقية ويا سايكس بيكو. سايكس لا هاي عيب. طبعا وبعد هالتجربتين الخايسات ما أنا اكتشفت إنه أني خايسة بتقديم المقدمات. ليش مقدمتي؟ ايش بتقول لي ليش الفيديو كله منتظريك تطلعين تطلعين مقدمة وبالاخير تقولين لا انا مو زينة بتقديم المقدمات. ليش بابا والله نصحك تروحين تعتزلين وتغسلين مواعين وتنشبين، والله احسن لك. تقوم ام الوسخ صارت لي تسوي اتفاقيات ويا سايكس بيكو. شات ليش متوا ضغطتي لين تحارشوا بحبيبي تشوتا وانت كل عمرك 14 سنة. اي تعالوا قابلوني، هي السالفة خربانة من زمان. وحرامات تضيع وقت الفيديو على مود هيج نماذج يعني. فنرجع لموضوع الفيديو، اشرف لنا ونشوف شنو الفرق بين الاوتاكو ومتابعين الانمي. طبعا لازم اكو اوتاكو، لازم اكو متابع انمي، واكو شبه بيناتهم واكو طبعا اختلاف بيناتهم مو بس شبه. فبلا ما نطول عليكم وهواي ونطول الفيديو، اذا انت متحمس حتى تعرف شو الفرق بين اوتاكو والمتابعين الانمي طبعا الجزء الثاني روح شوف الجزء الاول، راح اخلي رابطه بالوصف اكيد طبعا. فمستعدون يا اطفال لنبدأ الحلقة. ونيجي هسه للأوتاكو. طبعا الأوتاكو 24 ساعة لازمين الأجهزة التكنولوجية ويباعون أنمي. يجون من المدرسة يباعون أنمي، يخلصون دراسة يباعون أنمي، يخلصون أكل يباعون أنمي، حياتهم كلها عبارة عن أنمي في أنمي بس. بينما متابعين الانمي يخلون وقت مخصص للانمي، مثلا ساعة باليوم يتابعون انمي، نص ساعة باليوم انمي، ساعتين انمي، او حتى تجي ايام ما يتابعون انمي ابدا. لان متابعين الانمي يهتمون بحياتهم اليومية اكثر من الان، بس مجرد انهم يحبون انمي يقوموا يتابعون شوية انمي. الأوتاكو يهتمون بالبرامج والتكنولوجيا، يهتمون كلش بالتكنولوجيا، ونلقي ناس يحترفون احتراف مو طبيعي بالافتر افكت او سوني فيجاس. يا اخي الأوتاكو يتعبون اكثر من اسبوع على مود ميب واحد وبالاخير. بينما متابعين الانمي ابد ما يهتمون لا للافتر افكت ولا السوني فيجاس، اصلا ما يعرفون شلون يمنتجون، حتى الكاين ماستر ما يعرفون شلون يستعملوه. الأوتاكو إذا يحبون الأنمي يتابعون كل أجزائه ويترقبون ايش وقت ينزل جزء جديد من هذا الأنمي. شت يا أخي طوكيو غول الجزء الرابع نكبنا نكبة مو طبيعية. أما متابع الأنمي فتلقيه يتابع له جزء واحد من الأنمي ويكتفي يعني بهذا الجزء، ما يتابع لا الجزء الثاني ولا الثالث، وحتى ما يهمه ايش وقت ينزل جزء جديد من هذا الأنمي. المهم إنه شاف الجزء اللي يعجبه وهاي بطل بعد ما يتابع الأنمي. فهنا نوقف وقفة اوتاكو متابعين الانمي. فاذا انت اوتاكو اكتب بالتعليق انه انت اوتاكو، واذا انت متابع انمي هذا يعني انه انت متابع انمي، فاكتب لنا بالتعليقات حتى نعرف منو الاكثر. وانا متاكد انه اكثر متابعين قناتي هم اوتاكو، لان نادرا ما تلقى متابع انمي، لان يا اخي الانمي شيء رهيب يجبرك تصير اوتاكو. بالزبدة إذا عجبك المقطع حط لايك واشتراك بالقناة حتى نستمر بقصف المضغوطين. طبعا أكيد أظل مستمر بقصف ذول المضغوطين لأنهم أيضا مضغوطين، وأنا أفرح لما أقصف مضغوط. بالزبدة وصلنا هاي، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم موجود ميتشو يورو هنتاي. مع السلامة، سايونارا. Busy thinking about boys. I was busy dreaming about boys.